السيد عصام الشابي عضو المجلس الوطني التأسيسي وعضو الهيئة التنفيذية للحزب الجمهوري، أهلا وسهلا بك على جريدة تنفستير في مدينة الحمامات. مرحبا بك وبجريدة تنفستير وبقرائها. شكرا. سي عصام، اليوم شنو انطباعاتك بعد المحاضرة حول دور الشباب في الحياة السياسية وافتتاح مقر الحزب الجمهوري في مدينة الحمامات؟ احنا اليوم جينا الحمامات لافتتاح مقر جديد للحزب الجمهوري، وهذا يدخل في إطار سياسة مد شبكة تنظيمية للحزب للاقتراب من المواطنين. احنا اليوم قربنا أن نكمل أن يكون لنا مكتب في كل معتمدية اليوم في الحمامات. هذا الحدث اللي يتمثل في افتتاح مقر جديد للحزب الجمهوري والحضور المكثف لإطارات الجهة وخاصة لشباب الجهة. وانتم كما تراوا الندوة اللي عملناها على إثر الافتتاح هو دور الشباب في البناء الديمقراطي، يأكد على الأهمية القصوى اللي يوليها الحزب الجمهوري لهذه الفئة اللي كان لها دور محدد في انتصار الثورة. الشباب التونسي اليوم مدعو لأن يلعب دور في رسم ونحت مستقبل بلاده. هذاك نحن في الحزب الجمهوري متفائلين خير، لأنه اليوم أغلب الحاضرين هم من الشباب، هما اللي احنا نستهدفهم من خلال المكاتب هذه ونتيح لهم فرصة لكي يساهموا من مواقع متقدمة في صنع مستقبلهم ومستقبل بلادهم. والحزب الجمهوري يعول على التفاعل مع الشباب، وأن يكون الشباب هو الأداة اللي تربط بينه وبين المواطنين. سي عصام، أكيد أنك تابعت ما حدث في جربة، لكن نريد أن نعرف كيف ستكون ردة الفعل نتاع الحزب الجمهوري الرسمية إزاء هالاعتداء اللي صار على اجتماع حركة نداء تونس واللي كان السيد أحمد نجيب الشابي مدعو ليه وألقى فيه كلمة. احنا اولا نندد باقصى عبارات التنديد باللي حصل البارح في جربة، ونعتبروا ان المستهدف منه ماهوش حزب نداء تونس، المستهدف منه هو التعددية السياسية في تونس والانتقال الديمقراطي. لان العصابات اللي جات البارح في جربة هي نفس العصابات اللي مشات للاتحاد، هي نفس العصابات اللي في تطاوين قتلت لطفي نقض، هي نفس العصابات اللي اعتدت على السياسيين والمبدعين والفنانين اللي اليوم تحب ترهب المواطن وتحب تخلي لغة العنف هي اللغة الوحيدة اللي موجودة واللي لغة التخاطب بين المواطنين. الحزب الجمهوري سيكون رده ضمن القوى الديمقراطية. احنا غدوة بداية الأسبوع سيكون لنا لقاء مشترك مع الأحزاب الديمقراطية للتباحث في أشكال الرد اللي احنا نعتقد أنه لابد أن يكون رد ميداني، رد قوي يبعث برسائل قوية طمأنة للمواطنين. القوى الديمقراطية موجودة على الأرض ولن تستسلم لدعاة العنف، وأن العنف سينهزم وسيندحر. سي عصام، آخر سؤال في نفس الإطار، لأنه توقيت اقتحام الاجتماع كان في الفترة اللي تفصل بين كلمة سي نجيب الشابي واستعداد السيد الباجي قائد سبسي للدخول، فشنو قراءتكم ورد على توقيت الاقتحام؟ والله بقطع النظر التوقيت هما اللي اقتحموا، هما اللي اختاروا التوقيت هذاك، لكن اللي حبيت نقوله هو أنه البارح الأستاذ نجيب كان غادي مدعو كضيف شرف من نداء تونس، مثل الحزب الجمهوري، ألقى الكلمة نتاعو ولقات استحسان لدى الحاضرين. سي الباجي قائد السبسي على ما بلغني أنه حيل دونه ودون الدخول إلى القاعة، لأنه وقت اللي هو جاء باش يدخل القاعة محاصرة من قبل المجموعات هذه واللي لم تكن دخوله، بعد اقتحموا وفسدوا هذا المهرجان السياسي اللي كان في مدينة جربة. مهما كان التوقيت الرسالة واحدة، هؤلاء يضيقون ذرعا وصدورهم لا تتسع للديمقراطية، هؤلاء لا يؤمنون بالديمقراطية، هؤلاء يريدون للتونسيين إما أن يكونوا في السجن أو أن يكونوا في الحكم. لا يفهموا معنى للديمقراطية وللتعايش اللي هي تفترض التعدد وتفترض أنه كل حزب يعمل على تبليغ صوته للمواطنين، وكل حزب يعمل على بلورة أفكاره والمساهمة من موقعه في بناء تونس الجديدة. هؤلاء وصلوا إلى الحكم عبر انتخابات، نعم، لكن يبدو أنهم بعد ما فشلوا في إدارة المرحلة الانتقالية أصيبوا بهوس فقدان الحكم، وهم يخشون من اقتراب الموعد والاستحقاق الانتخابي، فراحوا يستعملون العنف للتشويش على المرحلة الانتقالية ومحل جرها إلى مستنقعات العنف. نحن كديمقراطيين في الحزب الجمهوري يستحيل أن ننساق وراء العنف أو أن نرد على العنف. سنرد على العنف بدعوة الشعب التونسي إلى مقاطعة هؤلاء ورفضهم ولفظهم، وأن ينحازوا إلى الخيار الديمقراطي السلمي. سي عصام شابي، شكرا لك. شكرا.